5 حاجات تخلّي أي حد يتعلّق بيك غصبٍ عنّه ويحبك ويجري وراك، وهتسيطر بيهم على أي علاقة. لو عرفتهم كويس اعتبر إنك قفّلت اللعبة، وعرفت تعلّق بيهم أي حد وما فيش علاقة ساعتها هتفشل معاك. وهُم لغات الحب ال5. الحب 5 لغات مش لغة واحدة زي ما أنت فاكر. ساعات كده بتحس إنك بتعمل كل حاجة للطرف التاني ومع ذلك هو مش متقبّلك أو مش بيحبك زي ما أنت بتحبه، أو هو مش حاسس إنك بتحبه مع إنك بتجيب له هدايا كل يوم مثلًا، وده بالنسبة لك دليل على حُبّك ليه. ما تستغربش، ده بيكون علشان بس أنت مش قادر تفهم لغة الحب بتاعته. بالنسبة له الهدايا مش هي المفتاح لقلبه. كل شخص بيكون عنده لغة حب من ال5 دول متحكمة فيه أو نسبتها بتكون أعلى، سواء بيدّيها أكتر أو بيحب يستقبلها أكتر. لو ما فهمتهاش هتفضل تدّي والطرف التاني مش حاسس أصلًا، وأنت نَفْسك هتلاقي عندك لغة حُب من ال5 دول. ما تنساش تعمل حفظ الفيديو ده لإنه مهم وهتحتاجه، وابعته لحد من صحابك بيحب من طرف واحد. نيجي بقى للغات الحُب. رقم 1 كلام الحب والتقدير، إنك تعبّر بالكلام عن مشاعرك، زي طبعًا باحبِّك، وحشتني، أنا فخور بيكِ، أنتِ أهم حاجة في حياتي، إلى آخره. رقم 2 الquality time، الوقت الممتع والخاص، إنك تقضّي أوقات كتيرة مع الطرف التاني من غير مشتتات، تكون مركّز معاه هو بس بنسبة كبيرة، وما فيش حاجة تشغلك عنه. إنكم تنزلوا مثلًا، تعملوا حاجة جديدة مع بعض، movie night، المهم تكونوا مع بعض. رقم 3 الهدايا، في ناس لغة الحب بتاعتها الهدايا، ودول ابعد عنهم لو مش معاك فلوس. استنى، لأ باهزر. بكلمة هدايا أنا أقصد حتى لو وردة هي هتقبل بيها، شوكولاتة مثلًا لإنه بيحبها، وردة ليها وهكذا. مش شرط تكون هدايا غالية، بس هي دي لغة الحب بتاعتهم. كلمة أنا باحبِّك مثلًا عندها بتكون أهم من أغلى هدية. رقم 4 الأعمال الخدمية acts of service، وهي إنك تساعد الطرف التاني، إنك تعمل لها أكل وهي تعبانة، تساعديه في المذاكرة أو في الشغل وهكذا. نيجي لرقم 5 والأخيرة وهي الphysical touch. ما تجيش تقول أنا عملت له كل حاجة وهو ما فيش حاجة بترضيه، أنت حبيته بطريقتك أنت مش بطريقته هو. كل واحد بيستقبل الحب بطريقة مختلفة، حب اللي قدامك بلغته هو مش بلغتك أنت لو عايز تكسبه. ما تنساش اللايك والفولو علشان تتابع الجديد، واكتبوا لي بقى في الكومنتات إيه هي لغة الحب بتاعتكم. سلام.